السلام عليكم، معاكم علي عبد الوهاب. والنهارده فيديو جديد عن مراجعة ريلمي سي 3. اتمنى الفيديو يعجبكم ويكون لذيذ على قلبكم. يلا بينا. في الاغلب في الفئة الاقتصادية دي الموبايل بيكون من البلاستيك، وهنا ريلمي سي 3 زي زمايله في الحتة دي. الموبايل بيجي بلونين اجمل من بعض وهما الازرق والاحمر. وعلى فكرة درجة الازرق دي حلوة جدا ومختلفة عن الازرق اللي متعودين عليه اللي بيكون غامق شويتين. الفكرة كلها في التصميم هو الظهر، وهو جاي بفكرة إن في أشعة ضوء بقرتها عند الكاميرات وبتتفرد على ظهر الموبايل بالكامل بشكل لذيذ وجذاب جدا، وده هيبان معاك تحت الضوء. وريلمي بتسميه سان رايز، فعلا هتحس إن أكن في شمس في ظهر الموبايل. الكاميرا بارزة شوية عن ظهر الموبايل بس ده طبيعي في الفئة دي. الموبايل بيجي بوزن 195 جرام وسكنس 9 مللي، وده راجع للبطارية العملاقة اللي فيه، بس عموما مش هتحس ان الموبايل تقيل في ايدك، ما تقلقش. بالنسبة للشاشة فهي IPS LCD 6.5 بوصة بدقة 720 في 1600 بكسل، والشاشة تقليدية جدا بنوتش ووتر دروب اللي اتعودنا عليها خلاص من زمان في الفئة الاقتصادية دي. والحافة السفلية تعتبر كبيرة، ولكن في الفئة السعرية دي عادي جدا، ما ينفعش نتكلم عليها أصلا. إنما جودة الشاشة وألوانها مقبولين إلى حد ما. والشاشة جاية مع طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. الموبايل جاي بشريحتين اتصال من نوع نانو سيم، مع كارت ميموري ممكن يوصل معاك ل 256 جيجا بايت. الإصدار اللي نزل مصر بيجي بذاكرة داخلية في سعة 64 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت رام. اما لو جينا للاداء فالموبايل بيجي بمعالج ميديا تك الجديد هيليو جي 70 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو. والمعالج هنا احد نقاط القوة في الموبايل حرفيا، لاننا متعودين في الفئة دي نلاقي معالجات ضعيفة، ولكن هنا الموبايل جاي بمعالج كويس خصوصا في الالعاب. وبالنسبة للاداء الرسومي هتلاقي بابجي بتشتغل على هاي اتش دي، ودي حاجة أول مرة نشوفها في موبايل اقتصادي. وكمان اللعبة بتشتغل كويس من غير أي تقطيع أو تهنيج، وده تطور حلو، لأن لو فاكرين في ريلمي سي 2 كان بيشغلها على أقل إعدادات جرافيك عشان ما تعلقش. بالنسبة للبطارية، البطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير، والصراحة هتتعب عشان تخلصها. حوالي بتوصل معاك ل10 ساعات ونص سكرين اون، تقريبا بتقعد معاك يومين. مش هقولك ان ده بسبب المعالج لانه 12 نانو متر اصلا، لكن اللي ساعد في كده السوفت وير. بس كالعادة الحلو ما يكملش. اللي يضايق انك في 2020 هتاخد موبايل لسه بيجي بمنفذ شحن مايكرو يو اس بي اللي كنا ابتدينا ننساه مع شاحن بطيء 10 واط. بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بكاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 1.8، والتانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 خاصة بتصوير الماكرو. أما الكاميرا التالتة فبتيجي 2 ميجا بكسل للبورتريه، وطبعا كعادة أوبو وريلمي الموبايل بيدعم الكروما بوست. وبالنسبة للفيديوهات فالموبايل بيصور فيديوهات لحد 1080 بي 30 فريم في الثانية، والصراحة ما تتوقعش كتير من الكاميرات لان اغلب الصور اللي شفتها لها متوسطة جدا وزي الموبايلات اللي في نفس الفئة. بالنسبة للسوفت وير الموبايل بيخرج من العلبة بنظام تشغيل اندرويد 10، ودي حاجة حلوة جدا مع واجهة ريلمي الجديدة المنفصلة عن اوبو اخيرا، وهي ريلمي يو اي 1. والموبايل للأسف مفهوش لمبة اشعارات ولا اي بديل ليها. بالنسبة للسعر الموبايل سعره 2290 جنيه للنسخة ال 64 3 جيجا رام اللي هي نزلت مصر أصلا. وخلي بالك ما بيجيش بجراب في العلبة. وبالنسبة لصوته مش سيء ولكن مش الأفضل في فئته.
طب يا عم ماشي، انت دوشتنا بكل ده. انا عاوز اعرف لو هشتري الموبايل ده اشتريه ليه، واشمعنى هو ما في حاجات تانية في نفس الفئة؟ بص يا سيدي، هما سببين مفيش غيرهم. اولا بطاريته العملاقة، ثانيا المعالج الجميل اللي تلعب عليه بابجي براحتك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشجعوني جامد. سلام.